السلام عليكم. ما كنتش حابب اتكلم في الموضوع بتاع الثانويه العامه واوائل الثانويه العامه وايه، وخصوصا الاول استاذ عبد الله. ماشي، الف مبروك عبوده يعني، لانك انت طلعت الاول و100% و320 من 320 والحياه جميله. بس بصراحه يعني ايه، بسبب اللقاءات الصحفيه اللي بتتعامل معاه الموضوع استفزني جدا. ماشي، يعني ازاي يا عبوده انت المذيعه تقول لك بتذاكر كام ساعه في اليوم؟ تقول لها بذاكر 28 ساعه، واحنا عارفين ان اليوم 24 ساعه. ولا المتفوقين الساعات بتاعتهم بتبقى غير ساعات الناس العاديين. ولما المذيعه بصت لك كده تقول لها وساعات 30. يا راجل يعني انت ما شاء الله زودت 6 ساعات على اليوم، جبتهم منين يا راجل؟ يعني انا عايز اقول لك يا عبوده انت بتعملها ازاي؟ ماشي، دي حاجه. الحاجه الثانيه، المذيعه تسالك تقول لك انت راجل جايب 100%، هتخش ايه، جامعه امريكيه ولا هتعمل ايه؟ تقول لها والله انا هستنى تنسيق. تنسيق يا باشا؟ ده التنسيق هو اللي يستناك. ركز يا عبوده، ركز. ركز عشان احنا كده بنتفضح والفار بيلعب في عبنا والكلام ده كله. كمان واحد يسالك موضوع كنت المذاكره وكنتوا بتعملوا ايه في اللجنه وبتاع، تقول له والله الشاطر اللي فينا كان بيساعد التاني. يا راجل ده يعني ده انت بتعترف على نفسك بنفس ذات نفسك. مش كده يا عبوده؟ وبعدين تقول لهم اصل انا بذاكر من كتب المدرسه. هو انت ما تعرفش يا عبوده ان كتب المدرسه اتلغت اصلا؟ ما بقاش في كتب مدرسه وفي الثانويه، وبعدين انت عندكم اختراع اسمه تابلت. مالك يا عبوده؟ ركز يا بابا، ركز ركز. لجنه كامله في فقوس تجيب الدرجات تقريبا النهائيه 318 318 ونص 317 317 ونص 320 319. في ايه؟ لجنه كامله، غير ان واحد يطلع يتكلم يقول ان في 3 مليون جنيه اتلموا قبل الامتحانات ب5 ايام عشان الناس تخش كده والامتحان يبقى زبادي خلاط والعيال كلها تنجح. فالموضوع مش كده يعني. ماشي، يعني انت طالع تقول كلام بيأكد للناس شكوكهم ان الموضوع مش كده. ماشي، كمان معلش يعني حضرتك ما غلطتش في العربي، موضوع التعبير ما غلطتش. في الانجليزي ده انت لو امريكي يا راجل هتغلط. لو مواطن امريكي بتحل امتحان انجليزي هتغلط. هتغلط في الجرامر، هتغلط في الدايلوج، هتغلط في الريدنج، في اي حاجه. ماشي، المهم انك انت هتغلط لان انت مش اجنبي. ماشي، الاكسنت بتاعك خلاص يعني ما شاء الله يعني قطع الترنج. مش كده؟ وبعدين انت قاعد مربع عليه طول ما انت قاعد كده؟ ولا دي علامه التفوق؟ مش كده يا عبوده. عشان الموضوع بصراحه يعني في ناس كتير قوي اتظلمت. ماشي، وفي ناس فقدت حياتها بسبب حوارات زي كده. وانا بس عندي رساله للاهالي بتوع الثانويه العامه، بعيدا عن عبوده، سواء طلع الاول طلع الاخر انا ما يخصنيش. رغم ان هو في ثالثه اعدادي كان طالع 10 مكرر، بس ما شاء الله الراجل اشتغل على نفسه وطلع الاول بلا منازع. ماشي، انا عايز اقول للاهالي ما تضغطوش على عيالكم في الثانويه عامه. ما تحسسهمش ان هي دي نهايه المطاف. ما تحسسهمش ان يا تنجح وتجيب اعلى الدرجات يا اما الدنيا خربت. عشان في عيال يعني اللي فقدوا حياتهم واللي انتحروا واللي موتوا نفسيهم واللي مش عارفه ابوه وامه اتطلقوا بسببه عشان جاب ملحق. الحياه مش كده. ماشي، طلع الاول معروف مستقبله يعني ربنا هيبعته له. طلع الاخير مستقبله ربنا هيبعته له. ولو انت شايف ابنك مستواه ما يأهلوش انه يخش الثانويه العامه، ما تدخلوش. دخلوا تجاره، دخلوا صنايع، دخلوا اي حاجه تانية. والله ما حد، والله سيبك من اللي هيقول لك اصل عيب واصل يعني ايه ابنك يخش صنايع. ابنك هو مستواه كده، ما ينفعش يبقى دكتور. ما هو لما يبقى دكتور هيموت ناس. ماشي، فانت ما تصرش انك ترميه في الثانويه العامه، وما تصرش انك تدخله مدارس خاصه بفلوس. ماشي، عشان ايه؟ تدفع فلوس عشان ابني ينجح وبعد ما يخش كليه الطب يموت ناس. مش لازم. ويبقى الدكتور رايح والدكتور جوه، الدكتور عمال يعمل مش عارف ايه، وفي الاخر الدكتور ولا الدكتوره بيحدفوا البنات بالشنط وبيجيبوا اخواتهم يعوروهم. فالموضوع مش مستاهل. شوف مستوى ابنك او بنتك، ما يأهلوش يخش ثانويه عامه، خلاص ما يخشش. طيب دخل ثانويه عامه، ما تضغطوش. عيش يا ابني الدنيا كويسه، مشي حالك. ربنا وفقك على قد مجهودك. خلاص ما حصلش، والله هو ده قدرك. واللي انت ذاكرته طول السنه
هو اللي انت هتحطه في الامتحان. فمشي الموضوع واعرف ان هي الحياه كده، لازم يبقى طالع ونازل. الموضوع سهل والموضوع بسيط، مش مستاهل الضغط ده كله، ومش مستاهل اللي الناس بتعمل نفسه يعني ايه في نفسهم بسبب يعني في الاخر ثانويه عامه. يعني انا اسف مش عايز اقول ملهاش 30 لازمه. تمام. سلام.